في حاجه تانية مهمه بقى يا دكتور بصراحه، يعني حرام عليكم الناس لما بتبقى نفسيا تعبانه. وبصراحه يا جماعه احنا بجد انا اتعاملت مع حالات والله قلبي وجعني من التعامل معاها، يعني وخاصه التنمر. ومعلش محتاجه يا دكتور، اصلا الازواج ربنا يبارك لهم اصلا يعني بجد بيتنمروا بشكل ان واحده خلاص كرهت نفسها وكرهت العيشه وبتنتقم من نفسها بقى، يعني ان هي لا مش بتاكل. وبعدين يعني انا لما كنت في الدوره عن العلاج المعرفي السلوكي لامراض السمنه ومش عارفه، ست فرحانه يعني بتتكلم كده كان ايه، هو المريض ده جاي لك بمزاجه. قلت لها حضرتك لا معلش حضرتك مريض، يعني احنا خلينا واقعيين. انت ما بتتكلميش عن اللي عنده اكتئاب ولا حاجه، اهله بيجيبوه تعالى يا حبيبي. انما للاسف الناس اللي عندنا اللي بتعاني من السمنه اصلا دي يعني ما فيش اضرب كمان انا عايزه اتوب، لا ما حدش بيجيبها اصلا. دي اقصى حاجه تروح لدكتور يجردها من ادميتها. صح. بصي بقى انت كمان عشان ربنا يتوب عليكي من اللي انت فيه، يعني لازم بقى عنف كده. فانت صح. كدكتور يعني من الناس اللي اكيد برضو بتقعد تخنق الناس على الجانب النفسي والشغل على الجانب النفسي. تمام. يعني بتبقى تعبانه والله. طبعا انتوا بتكملوا عليهم. لا طبعا هو الجزء النفسي ده من اهم الحاجات اللي لازم تشتغل عليها. يعني انا الحمد لله بفضل من ربنا من اول ما اشتغلت في الجزء ده كنت اشتغلت اصلا في مستشفيات ومع مرضى، فكنت الجزء النفسي ده من اكتر الحاجات اللي انا كنت بشوفها بعيني مع مريض. لما بتتكلم بقى عن مثلا مريض سرطان ولا مريض كبد ومريض كلى وعنده مشكله ومش عارف ياكل اصلا، غير لما تتكلم مع واحد عايز يخس ومتضايق فرايح ياخد دواء ولا رايح يعمل مثلا شكل اجهزه موضعيه او اي حاجه. فبالتالي اما تشتغل مع المرضى الموضوع بيبقى اصعب بكتير. ليه؟ لان الموضوع النفسي ده بيأثر بشكل كبير جدا. ان بعض الناس بتوصل لفكره ان انا مش عايز اكل، انا مكتئب، انا متضايق. فبالتالي اتعلمت، يعني ده من الحاجات اللي زودتني خبره جدا، ان انت اتعلمت ازاي تشتغل على الجزء النفسي، ازاي تشتغل على التحفيز، ازاي تربط العيان او الكلاينت بتاعك بقى بفاليوز بتاعته. ايه اصلا الفاليوز بتاعته؟ ايه القيم اللي هو عايش عشانها؟ انت عايش عشان عيالك، انت عايش عشان عيالك، انت عايش عشان بتحب شغلك، انت عايش عشان كذا. فكل واحد محتاج يضحي او محتاج يلتزم بشكل معين او محتاج يوصل لهدف بشكل معين عشان قيمه معينه هو بيكبرها، هو قيمه معينه هو بيقدرها. فبالتالي لما تربط الاثنين ببعض هتلاقي الموضوع سهل جدا.